الحديثة التي لم يجري عليها التطور منذ القدم، فهي خبز العبود كما يعرف محليا. تبدأ رحلة إعداده من سنابل القمح بقرية شبحة الزراعية والمشهورة بهذا النوع من الأكلات الشعبية. طريقة عمل هذه الأكلة الشعبية الممتازة هي أن يقوم بعد حصاد القمح بجمع السنابل وربطها بشكل يسمى الشلواطة، وبعد ذلك تؤخذ هذه الشلواطة وتفك على شراع ويعمل لها عملية الدرس أو تفرك في اليد يسمى الفريك. يحرص الرجال على إعداد خبز العبود في مجالسهم الخاصة وبطريقة تراثية تقليدية، تبدأ بفرز الحب عن سنابله بدعكه بين الكفين. رائحة الحب وقشور السنابل لا تحول دون ممارسة تنظيفه وتنقيته باليدين. فإعداد هذه الوجبة في مجالس الرجال متعة قبل أن تكون تكريما للزائر واحتفاء به. وينتهي به التنظيف إلى الرحى حيث عملية الطحن. ومن أجل هذا تحضر الرحى إلى المجلس ويتم الطحن بمرأى من الجميع. وإدارة الرحى ووضع الحب داخلها طريقة تمرس عليها محبو خبز العبود. منطقة الشبحة تابع إلى لمحافظة أملج أمارة تبوك. هذه منطقة الشبحة منطقة زراعية فيها يعني من خصوصياتها الزرع، القمح، الزراعية، سمى الزراعية، وفيها الأكلات المشهورة منها العبود اللي الآن الناس يقولون له يسمونه القرص، هو اسمه الصحيح العبود. ومنها المرقوق، حنا الآن يقولون له المرقوق، أولا يقولون له هنا البازينة، هذه البازينة اسمها البازينة، اللي الآن يقولون له المرقوق. إعداد النار وتزويدها بالحطب إحدى مسؤوليات صانع خبز العبود. من الأقراص اللي كان الناس يعملونها آباءنا، كانوا يعملون قرص دائري يكاد الرجل لا تراه من خلف هذا القرص، قراص كبيرة. لكن حنا الشباب الآن محتفظين بتراث أهلنا وبتراث أجدادنا، لأن هذه الأكلة أكلة شعبية طيبة. وإذا ما أصبحت النار جاهزة قام الخابز بتحديد موقع الخبز فيها. وبهدوء تام وإتقان عال يفرد العجين في شكل دائري. ويتخذ مكانه في النار، ثم يغمر بالملة ويترك حتى ينضج.
وتكتمل الصورة عند إخراجه وتنظيفه من بقايا الرماد. الخطوة الأخيرة يعد فيها للتناول. يفرم باليد ويهرس في الإناء حتى يختلط ظاهره وباطنه. يعاد فرده في الصحن استعدادا لتقديمه، ويحلو مذاقه دائما بعد إضافة مرق اللحم، فيما يعتبر إحدى العادات المشهورة في أملج. يكتمل المشهد الاجتماعي الجميل بتناول الجميع هذه الوجبة.